معلش بالراحة كده، عايز حد يشرح لي ويفهمني بالعقل كده. مرتضى منصور عليه حكم حبس شهر من المحكمة الاقتصادية في قضية سب وقذف الكابتن محمود الخطيب. مرتضى منصور كل يوم بيطلع يشتم أعضاء اتحاد الكورة. مرتضى منصور شتم عماد متعب وأهانه في أهل بيته وذكر أهل بيته ويتكلم فيه بإهانات مسيئة. شتم محمود عبد المنعم كهربا بالأب والأم والأخت. كل يوم بيشتم محمود الخطيب لغايه دلوقتي بعد ما خد حكم سجن، لسه لغايه دلوقتي كل يوم بيشتم محمود الخطيب ويسب ويلعن فيه. مرتضى منصور طلع جاب سيره راجل اجنبي انجليزي كلاتنبرج رئيس لجنه التحكيم بكلام مسيء للشرف ومسيء للسمعه، خلى الراجل استقال وقدم شكوى في السفاره الانجليزيه، والجرايد الانجليزيه كلها عماله تجيب في سيره مصر وسيره الناس اللي في مصر اللي بتتكلم كلام مسيء واللي بتهين الناس اهانات مسيئه. ومع ذلك الى اللحظه مفيش اي حد في الدوله كلها قادر يكلم مرتضى منصور. هو مسنود من مين؟ انا عايز اعرف ايه اللي ساند مرتضى منصور وسانده ليه؟ سايب مرتضى منصور بيعمل كل ده ليه؟